السلام عليكم أصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، وأحوالكم تكون طيبة إن شاء الله يا ربي. واليوم جيتكم بقصة جديدة بعنوان كما تدين تدان. وكيقول فيها صاحبها: سميتي عمر، تزاديت في واحد العائلة ميسورة. بابا كان تاجر أعمال كبير وعنده قيمته ما بين الناس. من نهار تزاديت اللي بغيتها كنلقاها حدايا. نهار درت 6 سنين دخلوني والديا المدرسة، وبابا دخلني في مدرسة عمومية حيت كان بغاني ندمج مع ولاد الشعب، حيت خويا اللي كبير قراوه في مدرسة خصوصية، ومن اللي كبر ما كانش يقدر يدير علاقات مع أي ناس، يعني ماشي اجتماعي. الشيء اللي ما بغاش بابا يتكرر معايا. ملي دخلت المدرسة ما نكتبش عليكم والله، الله يغفر لي وصافي، اللي كنت حاسب على راسي بزاف. مهم التلاميذ اللي كانوا معايا الطبقات الاجتماعية ديالهم كتختلف ما بين اللي لاباس عليهم بحالي واللي متوسط. إلا واحد معانا وكان سميتو منير، كان فقير وكان مقطع لآخر درجة، عمرو ما لبس لباس في بلاصتو، كان ديما كيلبس في واحد السروال مقطع من القدام، سواء الشتا ولا الصيف، الربيع ولا الخريف، وشي صباط ديال بلاستيك. وكنت كنضحك عليه بطريقه باسله. الصراحه كنت كنلوح ليه شي هضره اللي كانت كتنقص من قيمته، اما هو كيشوف فيا ويبدا يبكي ويمشي في حاله، ونبداو نضحكوا عليه انا وصحابي، الله يسمح لي وصافي. كان ديما كيجلس هو الاول وقراي بزاف، كنا كنلقبوه بالخواف حيت الحاجه اللي قالها الاستاذ كينفذها. المهم انا عمرني عقلت عليه، عيطت له بسميتو، ديما كنت كنسميه الخواف الخواف الخواف. واحد المره سولته بالبساله وقلت ليه: علاش انت خواف؟ شاف فيا ومشى وما جاوبنيش. المهم الابتدائي كامل وانا كنشوفه، مره كنجيو في نفس القسم مره لا، ولكن طريقتي في التعامل معاه ما تبدلاتش. وبمجرد ما سالينا الابتدائي ما بقيتش شفتو ولا سمعت عليه شي خبر، من غير انني كنت سمعت بانه تسجل في واحد الاعداديه اللي انا ما قريتش فيها. داز على هاد الشيء 30 عام، يعني على الصف الاول الابتدائي، وانا في عمري اليوم 36 عام. بابا هادي 15 سنه باش توفى، الله يرحمه. كانت عندي 21 سنه، ونهار مشى سبحان الله العظيم رزقو مشى معاه. بقينا غارقين في الكريدي انا وخويا وماما، حتى وسائل النقل المختلفه اللي كانت عندنا ما بقاتش. اما بخصوص قرايتي، انا عمري قريت بحال الناس، حيت ديما كنت كنقول بابا 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 لاباس عليه، علاش انا غنحتاج نقرا؟ وصلت الباك ما درت حتى مجهود، واكيد ما نجحتش، وقررت ننسحب ونوقف الدراسة وانا في عمري 18 سنة. ايوا اش نديرو؟ جمعت شوية الفلوس وبديت كنبيع الحوت كل نهار، وكيفاش كل نهار ارزقو، مرة هكا ومرة هكا. المهم قررت نجمع راسي ونتزوج واخا الله غالب. مهم ندي شي بنت الناس اللي تكون درويشه تجمعني وتساند الوالده في محاين الزمان. تزوجت بواحد البنت، بنت جارتنا، في عمرها 25 عام، وجبت معاها 2 وليدات. ولدي الكبير سميتو انوار. ملي دخلته الابتدائي طبقات المقوله ديال كيفما تدين تدان، او كما تدين تدان، حيت صحابو كانوا كيضحكوا عليه، حيت ما كانش كيشري الحلوى بزاف والادوات بزاف، وما كانش كيلبس اللباس الغالي. المهم هادو شي دراري 2 خوت و2 ولاد عمهم من عائلات برجوازيه، واخا كانوا صغار كانوا بحال الجنون. ملي كان والدي كيجي كيبكي كنت كنتفكر منير، كنت كنشوفه بين عينيا، وكنت كنلوم راسي حيت انا السبب في هاد الشيء اللي كيطرى لولدي. عاد فهمت
إحساس منير. وعلاش كان كيبكي؟ حيت أنه حس بالنقص وبالعجز، حاجة صعيبة بزاف. تمنيت الزمان يرجع اللور، نطلب منه السماحة ونرد ليه الاعتبار. واحد المرة جا ولدي أنوار كيبكي كيف العادة. هادشي اللي خلاني نفكر نمشي نهضر مع الأستاذ. مشيت لغد ليه، إلا أنه تعطلت ولقيتهم خارجين والأستاذ مشى. وراني ولدي هادوك الولاد، مشيت عندهم وهدرت معاهم بطريقة مؤدبة، ولكن في نفس الوقت كتحمل إنذار أنه ما يبقاوش يعاودوا يقولوا ليه شي حاجة. إيوا الغد ليه في الصباح كيف العادة، فاقت في الصباح بكري نمشي نجيب الحوت اللي كنبيع. خرجت هما يتلقاو ليا واحد الجوج من عائلة هادوك الولاد، اتهموني باللي خلعت ولادهم وشبعوني ضرب، لدرجة داروا لي عاهة هي أنه ما نقدرش عاد نتحرك على رجلي، يعني ما نقدرش نخدم وخصني نرتاح لمدة عام. رفعت عليهم دعوة، ولكن كنت في كل مرة كنفكر نتراجع، حيت أنا كنت عامل مع ناس لاباس عليهم، أكيد عندهم معارف صحيحة. أما أنا مول الحوت شنو نجيب من هاد المحاكم؟ كنت باغي نتراجع، ولكن مراتي قالت لي غادي يقولوا عليك جبان، خليك متمسك في الدعوة واللي كتابت تكون. وصلت تاريخ الجلسة، مشيت أنا وعائلتي، دخلت وتقابلت معاهم وأنا كنحس بنقص كبير، حيت كنت ضعيف بزاف، حيت من غير الله ما عندي حد. بعد ما طرح علينا القاضي مجموعة من الأسئلة، وبعد ما سمع الشهود وغير ذلك من الإجراءات، صدر الحكم ديالو، هو حبس المعتادين 3 شهور، وأنهم يعوضوني بواحد المبلغ الحمد لله اللي قررت نشري به دراجة نارية تعاوني في خدمتي عوض ما نتمشى على رجلي. وأكيد هاد الشي ملي نتشافى. فرحت بزاف بالإنصاف من طرف المحكمة، حيت حسيت الإحساس بالنقص مشى. عرفت باللي الحق هو الحق، وباللي واخا ما عنديش فلوس أنا بنادم بحالي بحال الناس. فهمت باللي الفلوس عمرهم ما كانوا معيار الإنسانية والخير، ولكن للأسف تأخرت، جرحت قلوب بزاف د الناس، خاصة منير اللي بكيتو وبزاف. خرجنا من المحكمة وعائلتي دايرين بيا، شفت عائلة هادوك الناس كيدابزوا مع المحامي وما رضاوش حيت الحكم ضدهم. انا بقيت كنتسنى برا، قلت نسول القاضي على جميع ما كيخص حقي في التعويض. ملي خرج مشيت عنده، طرحت عليه بزاف د الأسئلة اللي كتعلق بالتعويض، وجاوبني وخديت منه معلومات. وانا ملي كنت غادي نمشي، عرفتوا شنو عيط ليا وقال لي سي عمر. دورت وجهي لعنده وقال لي بقى جواب واحد اللي مازال ما قلت لك. قلت لها شنو هو؟ قال لي هو انني خواف، حيت كنخاف من الله، وهذا الشيء اللي خلاني نحكم بالعدل اليوم ونصفك. وهكا اصدقائي كتسالي قصة اليوم. نتمنى تكون عجباتكم، والعبرة من هذه القصة باينة، هو ان داك الخواف اللي كان ضعيف في الابتدائي هو اليوم اللي حكم بالحق ونصف هذاك اللي كان كيتنمر عليه ويحتقره. لهذا اصدقائي ما خصنا نقللوا من قيمة حتى شي واحد، ونعلموا لوليداتنا هاد الشي، سواء كنا مختلفين في اللبس او اللون او الشكل، حنا كنبقاو انسان وكل واحد عنده قيمته. شكرا على متابعتكم للقصة، ما تنسونيش من لايك ومتابعة ورأيكم لنشر المزيد إن شاء الله.